النهارده تاني يوم في الدراسة، وأنا نازل النهارده من الساعة 9 الصبح، أو نازل بدري يعني يمكن بعد 9 عشان نجرب الشغل النهارده عامل ازاي. فبصراحة يعني يمكن لحد دلوقتي ساعتين المشاوير اللي بتيجي كلها مشاوير صغيرة، فغالبا كده الناس آخر الشهر معهاش فلوس، مصاريف المدارس بقى وحاجة المدارس، فكله ماشي على القد. فعلى سبيل المثال أنا فاتح الثلاث تطبيقات النهارده وهنجربهم برضو مع بعض النهارده عشان نعرف نقيم الاسعار عامله ازاي والاسعار المناسبه للشغل دلوقتي في تاني يوم دراسه اللي هو المفروض اصلا بدايه موسم الشغل. فانا مش فاهم دلوقتي في حاجه مش طبيعيه، بس هو غالبا الاسعار اصلا دلوقتي مش حلوه. ده مش عشان بدايه المدارس وعشان الناس معهاش فلوس والكلام ده. بنسبه كبيره الشركات، وانا وضحت ده في الفيديو اللي فات، بتعمل الحركه دي قبل ما يغلى البنزين بحوالي 10 ايام مثلا او اسبوع كده، يقوم جاي مقلل لك الاسعار، شايل لك العروض اللي موجوده كلها، المشاوير كلها تبقى باسعار بخس، بحيث لما البنزين يعلى الناس تزمزق وتطالب بقى ان الاسعار ترفع وكده، فيبدا يرفع لك بقى، ينزل لك عروض، يرفع لك الكيلو مثلا شيلين باريزه، فما تاخدش الناس بالها والموضوع يمشي والدنيا تشتغل زي ما عملوا كده المره اللي فاتت. دي 8 كيلو ونص ب 73، بس ده في ربع ساعه فمش هينفع كده. ده بولت ما فيهوش اي حاجه. اندرايف طبعا بالنسبه لي ده سنيد درجه اولى، اللي ما ينفعش تعتمد عليه شغل اساسي يعني. مشاويره كلها الاسعار بتاعتها مش حلوه، ولما بتيجي تعلي على العميل دلوقتي بيبدا ان هو يكنسل وما بيقبلش المشاوير. وده كده 9 كيلو ب 62 جنيه، ودي زي ما انتم شايفين عمال يرن مشاوير كتير. ده المقطم في نص ساعه ب 99، شيل منهم ال 18%. هنا بولت 9 كيلو ب 69. نحاول بقى نشوف هنا التفاوض ونغير السعر، نعمله مثلا 90 جنيه. ودي مش راحم نفسه، عمال يرن، بس كل المشاوير زي ما انتم شايفين ده 16 كيلو ب 97 جنيه. فانا من الصبح كده يعني مفيش مشاوير طويله، قليله جدا. المشاوير كلها 30 و40 جنيه. المشاوير الطويله كلها او اللي هي الوسط يعني المعقوله، لما بتيجي تزود على العميل السعر عشان يبقى السعر مناسب، يبقى كيلو 8 جنيه مثلا في الزحمه والكلام ده، ما بيقبلش 60 جنيه يعني. وغالبا بولت برضو بدأ يتعدي منهم، عمل تفاوض على السعر ما كانش موجود في الاول. عمل بعد كده ان انت بدأ يعمل لك تفاوض زي اندرايف، فالموضوع كده هيبقى ايه، واحده واحده بقى العميل هيتعود على ان هو بدل ما كان بيبقى فيه بونص والكلام ده، لا يحط اقل تسعيره. ده هنا 19 كيلو في تلت ساعه ب 93 جنيه. الزيتون تلت ساعه. يعني المشاوير دي كلها يا جماعه انا مش عارف الاسعار بقت عامله ازاي كده. دلوقتي انا موجود في مدينه نصر، هندور بقى على الاسعار المناسبه في الثلاث تطبيقات ونشوف هنعرف ناخد انهي سعر ونقيس عليه بقى. لو انت اشتغلت في الوضع ده كده قبل البنزين ما يرفع، نعمل التجربه دي كده، نشوف اعلى سعر هنعرف ناخد بيه المشاوير هيبقى الكيلو بكام. وان شاء الله هعمل لكم تجربه تانية بقى بعد ما البنزين يرفع، نشوف برضو هنعرف هيزودوا كام، الموضوع هيبقى جايب هم ولا لا، الكلام ده كله كل ده هيبان معانا ان شاء الله بعد ما يرفعوا البنزين وربنا يستر. اهو ده مشوار معقول، الوحيد اللي جاي طويل سعره كويس، بس ده رايح الخنكه جبل الاصفر. وطبعا يعني انا في اماكن معينه ما بعرفش انزل اشتغل فيها، عشوائيه وتكسير وزحمه وبهدله، وبطلع يا اما فردة كاوتش مخرومه يا اما العربيه اتخبطت من توك توك، فيعني باخدها من قصرها. والاماكن دي ما بحاولش ان انا اخشها، وخصوصا بقى بلاد ما وراء الدائري يعني دي تجنبها تماما. معتمديه بقى ودار السلام وارض اللواء وحاجات وما شابه وبشتيل والحاجات دي كلها. يعني غالبا العميل لو قاعد جوه حاره بيكسل ان هو يطلع لك على الشارع بره، وبيبقى عايز ان انت تخش له في شوارع ما يعلم بها الا ربنا. يعني 5 كيلو ب 45 جنيه بيني وبين العميل 500 متر. هنحاول هنا نخليها 60. ده على بولت. وادي اندرايف اللي هو لا يعتمد عليه اصلا. يعني اندرايف ده بالنسبه لي مثلا ناخده مثلا في اكتوبر، لو انا مثلا رحت في ديدي في منطقه في اكتوبر او في حته مثلا وديدي مش شغال، افتح اندرايف. وغالبا بقى بضطر ساعتها، طبعا ما بلاقيش سعر عادل، فبضطر ان انا اخد اي مشوار صغير يطلعني لاي حته مثلا يكون فيها شغل على اي برنامج تاني، واقوم قافل اندرايف. لانه بصراحه تطبيق يعني انا بالنسبه لي شايفه تطبيق مش حلو، وهو السبب في خراب الاسعار اللي موجود دلوقتي.
بعد ربع ساعة خدت مشوار ب60 جنيه، 6 كيلو، وكان حاطط 48، حطيت له 60. المشوار بالظبط هو 6 كيلو زي ما قلت، رايح شارع احمد الزمر. وطبعا كنت بحاول ارفع الاسعار على بولت او اندرايف، لكن مفيش حد بيقبل، يعني حتى لو زودت 5 جنيه ما بيقبلوش، وحاطين اسعار قليله جدا، وخصوصا اندرايف استعباط. خلص المشوار الاولاني ده على ديدي. انا كنت عامل 3-4 مشاوير الصبح، مشاوير كلها صغيره، اقصى حاجه فيهم كان ب 40 جنيه يعني، فده اقصى مشاوير كنت بلاقيها الصبح على ديدي. فمع ان التوقيت ده طبعا في بدايه الدراسه الواحد كان متعود ان هو ينزل يلاقي مشاوير باسعار كويسه، ويلاقي مشاوير طويله، والشركات وخصوصا ديدي كانت بتبقى عامله عروض والريت بيبقى عالي والكلام ده. لا النهارده في حاجه مش طبيعيه. نخلص المشوار ده ونشوف بقى، يمكن المنطقه اللي انا فيها في شارع الطيران هي اللي الدنيا فيها كده، ولا الشغل عموما هو اللي وحش. ده المشوار الاولاني بعد الظهر، خدته في ربع ساعه بسبب الزحمه زي ما انتم شايفين في شارع احمد الزمر. فنشوف بقى ناخد مشوار تاني دلوقتي هناخده في وقت قد ايه. وقبل الظهر كنت عامل 3 مشاوير، انا نازل الساعه، يعني بدات شغل بالظبط الساعه 11 او يعني الساعه 11 تقريبا. فعامل 3 مشاوير، 3 مشاوير عاملين 150 جنيه، كلهم مشاوير صغيره، واحد عامل 100 واثنين عاملين كل واحد 50. فالمشاوير كلها يعني لحد دلوقتي الاسعار لا تتجاوز، دلوقتي الساعة 3 يعني يمكن لحد دلوقتي كده إجمالي المبلغ اللي اتعمل 257 جنيه من الساعة 11 للساعة 3، 257 عشان الزحمة. ولسه لحد دلوقتي ما جاش مشاوير عدلة، وزي ما انتم شايفين المدارس بقى خرجت والدنيا ايه فوق بعض. الساعة دلوقتي 3 وبستنى كده المشوار التاني بعد صلاة الظهر، وهو المشوار الرابع يعني، خلينا نقول 3-4، ده المشوار الخامس اللي هيجي. ودي طبعا ورا بعض زي ما انتم شايفين بقى كده. المشاوير هنا كلها الريت بتاعها عالي. ده رايح الزمالك فحط له 191. ليه بقى؟ عشان الزحمه زي ما انتم شايفين. يعني انا عشان اخد اليوتيرن ده بس كده قاعد فيه 10 دقايق عشان اخد يوتيرن. فالزحمه ما بتتحسبش، طالما طالب فليكس على ديدي فلازم تعمل حساب الزحمه والكلام ده. كده يعتبر الكيلو هيبقى مثلا 9 جنيه ده لو وافق يعني. فخلينا نستنى نفتح بولت مثلا 7 كيلو ب55 واتاخد. يعني انا ما لحقتش اوريهولكم. تخيلوا كده في وسط الزحمه وفي الموسم وفي اول يوم دراسه، ودي الاسعار. وده اندرايف، واحد رايح عين شمس اهو على بعد 500 متر، على بعد 300 متر مني، 12 كيلو ب 86 جنيه. هو حلو بس انا مش عايز اروح عين شمس، يعني هو السعر معقول، ولو عليت عليه شويه ممكن يقبل يعني. 7 كيلو ب 57، ربع ساعه كتير. طبعا انا بحب عامه يعني ابدا المشاوير بتاعتي الصبح لما بنزل، بحب ان انا اخد مشوار طويل ابدا بيه. بس قعدت مستني من الساعه 10 فاتح التطبيق مستني اي مشاوير طويله، مفيش يعني، معرفش، كلها مشاوير صغيره 30 و40 جنيه بالكتير قوي يعني. اقصى مشوار خدته النهارده كان ب 100 جنيه ده الصبح. ده 195 نيو كايرو، ده نعمل له 260. طبعا هو حاطط اقل سعر، فمش هينفع ان انا اديله اعلى من 260 270 ده بالكتير. بعد كده القلم هيقول لك لا مش هينفع ان انت تزود عن كده، وبنسبه كبيره ما بيقبلوش يعني، عشان هم عايزين بيحط اقل سعر ده. لو زودت عليه 10 جنيه ما بيقبلش. وهيلاقي اللي مركب غاز وهيقبله هيبقى فرحان بالمبلغ اللي طالع له. طبعا ربنا يرزق الناس كلها، بس المفروض الشغل بالعقل، عشان قطع الغيار بقت نار يعني، قطع الغيار بقت غاليه جدا. واعملوا حساب البنزين لما هيغلى وكل حاجه هتغلى، الشغل هيبقى صعب جدا. ده مشوار اهو 4 كيلو 200 ب 42 جنيه، يعني يعتبر الكيلو بعد النسبه هيبقى عامل حوالي 9 جنيه. هنا 3 كيلو ب 47، ده مضروب في 1.2 ده في بولت. فخلينا نشتغل على ديدي عشان انا شاري العرض اللي هو 8%. خلصت المشوار الخامس كان عامل 4 كيلو ب 45 جنيه. هنشيل ال 8% عشان انا شاري العرض، يعني كده الكيلو هيبقى عامل في حدود فوق ال 10 جنيه يعني، عشان بس ايه مش عارف احسب دلوقتي. فالمهم خلاصة التجربة دي
بعملها عشان نطلع منها بحاجتين. اول حاجه نختار نشوف الثلاث برامج اللي احنا شغالين عليهم دول ايه انسب برنامج الواحد يقدر يعتمد عليه. انا بشتغل على ديدي، ده رقم واحد بالنسبه لي، واندرايف وبولت سنيده، بحيث لو ديدي مثلا ما فيهوش شغل والكلام ده، او انا في منطقه مثلا الشغل فيها مريح، بفتح اندرايف اشوف اي حاجه تقربني، او افتح بولت الكلام ده. ديدي طبعا لو ما فيش ريت وما فيش بونص والاسعار رايحه في داهيه ما بشتغلش اساسا، وباخد اليوم ده من قصيرها وبقعد في البيت. اوبر انا كده كده ما بشتغلش اوبر خالص، حتى لما عملت العربيه عملت الفحص بتاع نسيتا، بصراحة أنا يعني استحقرت الشغل فيها وما بحبش إن أنا أشتغل فيها بسبب سياساتهم وأسعارهم والنسبة اللي بياخدوها الكبيرة جدا. فآخر اليوم بقى إن شاء الله هنعمل التجربة بتاعتنا، نشوف أنهي أفضل شركة من الثلاث شركات دي نشتغل عليها. والحاجة التانية عشان نعرف الأسعار بتاعت الشركات قبل البنزين ما يرفع بأسبوع، أسعارهم عاملة إيه. والمفروض إن النهاردة يعتبر تاني يوم رسمي في المدارس، المفروض إن ده سيزون والأسعار كلها تبقى عالية، لكن ده طبعا عكس الواقع. أنا من الصبح نازل من الساعة، فاتح من الساعة 10، يمكن أول مشوار خدته الساعة 11 أو 11 ونص، وكان عامل 100 جنيه كيلو، كان ب 10 جنيه بس. بعد كده المشاوير اللي خدتها تاني قبل الظهر كانت كلها مشاوير ب 40 وب 50، حتى بعد الظهر برضو ب 40 وب 50. مش عارف اخد اي مشاوير طويله بسعر عادل، ومش عارف اطلع بره الزون بتاع مدينه نصر. المشاوير كلها في الثلاث شركات 30 و40 جنيه، ولو لقيت مشوار طويل بيبقى رايح في حتت لو دخلتها هتكره الشغل وهتكره النقل الذكي اللي فيه. زي ما انتم شايفين الشوارع كلها بالشكل ده، فيعني حتى المشاوير الصغيره او الوسط اللي هي موجوده ومفيش غيرها بتاخد لك المشوار في ربع ساعه وتلت ساعه. خلينا بقى نشوف اخر اليوم هيبقى عملنا كام، وايه اكتر برنامج اشتغلنا عليه، والزحمه نافع فيها شغل ولا مش نافع. وكل واحد بقى يا ريت يكتب لنا يا جماعه في التعليقات تجربته الشخصيه وبيشتغل ازاي في الزحمه، ايه انسب الاماكن اللي بيشتغل فيها وكده يعني. يا جماعه الشغل على فكره مش طبيعي خالص، انا ريحت ساعه عشان الدنيا كانت زحمه جدا، وكل المشاوير اللي بتيجي صغيره. الساعه دلوقتي 5، يعني يا دوب صليت العصر ولسه خارج. عامل 5 مشاوير على ديدي باجمالي 350 جنيه. كل المشاوير اللي بتيجي صغيره، يعني حتى اندرايف اهو في مشوار 36 كيلو بس ده رايح فين؟ مساكن الضباط، هنديله 240 جنيه. هنشوف هيقبل ولا لا. وعايز يروح ب 220، هزودنا 22 جنيه بالظبط. بولت مشاوير صغيره برضو، فكل المشاوير الموجوده النهارده صغيره مع الزحمه بتاخد وقت طويل قوي، غير الوقت اللي بيديهولك البرنامج. هيقولك هتوصل العميل في 10 دقايق ولا في 5 دقايق، الكلام ده مش صح. والعملاء بقى كلهم النهارده يعني بتزود عليهم اي حاجه ما بيقبلوش، عربيات كتير وغالبا الناس بتقبل باي سعر. انا مش فاهم بصراحه. لحد دلوقتي بقالي اكتر من ربع ساعه، الساعه دلوقتي داخله على 5:30، وكل المشاوير اللي بتيجي زي ما انتم شايفين. ده مشوار سفر اهو، طبعا العربيه بتلين، انا ما ينفعش اطلع مشاوير سفر، واصلا المشوار ده سعره معفن. ديدي طبعا هو الوحيد اللي عمال يرن كتير جدا، اندرايف بيرن بالاونطه وديدي بيرن بالاونطه. ده رايح عند سيتي ستار، هنديله 49 جنيه. ده تالت مره يجيلي يعني، وما بيرضاش على الزياده، يعني تيجي تزوده مش عايز. بص الناس كلها النهارده شغاله على الوضع ده، وانا مش عايز اشتغل خلاص مشاوير صغيره. انا عامل 5 مشاوير 350 جنيه من الصبح، 12 كيلو ب 67 جنيه. طبعا ديدي، وقلت قبل كده في الفيديوهات بتاعتي وفي التجارب بتاعتي، ديدي لما تشتغل من غير عروض ومن غير الريت والبونص والكلام ده كله، اسعاره ملهاش اي 30 لازمه. فانا كنت متعود دايما ان انا بنزل اشتغل كان بيكون في ريت وبونص، انما من ساعه المدارس ما بدات امبارح ويمكن من قبلها بكام يوم، والاسعار اصلا راحه في داهيه. يمكن عشان سمعوا ان البنزين زي ما قلت لكم هيغلى، وده كده الخبر ده اكيد بنسبه 100%، وهيبان بقى ان شاء الله بعد ما البنزين يرفع. فطبعا انا لو غيرت المنطقه وطلعت، انا المفروض اخر الشارع ده هطلع على عباس العقاد، بعباس العقاد هيبقى زحمه وبرده نفس الاسعار. ادي 35 30 40، والمشاوير الكبيره كلها اسعارها ما تطرحش. داخل على 5:30 ما عملناش غير 5 مشاوير.
بعد ساعة بالظبط، الساعة دلوقتي 6. خدت مشوار من عند كلية البنات. طبعا انا اتحركت من عباس العقاد لحد كلية البنات، كل المشاوير 30 40 50. وبرضه خدت مشوار ب 50 جنيه رايح عند مصر الجديدة. هخلص المشوار ده ولو ما لقيتش حاجة بقى كده هروح، ويبقى كده عاملين النهاردة في 6 ساعات شغل 400 جنيه تاني يوم دراسة. طيب كده هنقفل التجربة على كده. عاملين لحد دلوقتي من الساعة 11 لحد الساعة 6 400 جنيه. فأكتر برنامج بيرن هو ديدي، بيرن على الفاضي ورا بعض لحد ما يجيب لك صداع. 16 كيلو المرج ب 120 جنيه في ساعة الا تلت، واخد بالك؟ بنزود على العملاء مفيش أي حاجة. فده رقم واحد في الرن. بعديه اندرايف، أسعار راحة في داهية خالص، ما بتزود على العميل الجنيه ما بيقبلوش. بولت على الله حكايته، يعني كل فين وفين لما يجي لك مشوار. وبرده اتعدى من اندرايف من ساعه ما عمل موضوع التفاوض مع العميل، فبقى الموضوع رخم. فتجربه اليوم النهارده تاني يوم دراسه، الشغل سيء جدا جدا جدا، الاسعار وحشه جدا. ديدي شال البونص مش فاهم ليه. فديدي شال البونص، العروض قلت جدا. العروض بقت موجوده من 6 الصبح لحد الساعه 4، اللي هو يقول لك لو اشتغلت عدد ساعات معين ليك 150 او الكلام ده. كانت الاول موجوده طول اليوم عمال على بطال، بمناسبه ومن غير مناسبه. الاسعار اللي هي المشاوير اللي فيها ريت ما بقتش موجوده، قليله قوي، وحتى بتبقى موجود في قلب الريت وما بيرنش. فغالبا ودي وجهه نظري عشان البنزين هيرفع، فهم متعمدين يعملوا كده. دي وجهه نظر، مع ان احنا في اخر الشهر والمدارس فالناس معهاش فلوس، ممكن برضو دي وجهه النظر الثانيه. فدي تجربتي النهارده. كانت امبارح نزلت ساعتين ما كملتش ال 250، حطيت بنزين وروحت. النهارده الساعه 6 اهو، من 11 ل 6 6 مشاوير او 7 مشاوير، وخلاص الحمد لله على كده. طبعا هي ارزاق، وكل واحد بقى يكتب لنا خبرته يا جماعه في التعليقات. الشغل هل هو فعلا وحش بقاله قد ايه، ويفضل تطبيق بتشتغل عليه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس اللي موجود تحت ده، عشان هيرن يجيلك اشعار باي فيديو جديد بينزل على القناه. سلام.